السيد الأستاذ الدكتور هشام البدوي أمين المؤتمر. السيدات والسادة، يسعدني اليوم أن أشارك هذا الجمع الكريم في افتتاح هذا المؤتمر الهام، والذي لا يكتسب أهميته من أهمية الموضوعات التي يتناولها فقط، بل أيضا للمستوى الرفيع للسادة المشاركين فيه. كما أحييكم وأرحب بكم وأقدم لكم عظيم الشكر والامتنان لاستجابتكم لدعوتنا ومشاركتكم إيانا في هذا الحدث الهام الذي تنظمه اللجنة الوطنية لعلم الراديو، وهي إحدى التشكيلات العلمية المتخصصة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وكما تعلمون حضراتكم أن الأكاديمية لا تدخر أي جهد لملاحقة التقدم العلمي والمساهمة فيه تأثيرا وتأثرا، حيث أننا في عالم لا يعرف سوى لغة واحدة هي لغة العلم. السيدات والسادة، إننا نعيش اليوم عصر ثورة المعلومات من ناتج التقدم في مجال الإلكترونيات والاتصالات، ونلمس جميعا تغلغل هذا المجال في كل أنماط الحياة الفردية والجماعية المحلية والدولية، من صناعات مدنية وصناعات حربية واكتشافات في الفضاء وفي جوف الأرض. كما نرى انتشار الأجهزة الإلكترونية، فأصبح الحاسب الآلي والتليفون المحمول والفاكس والتعامل مع شبكة المعلومات الدولية، والتي أصبحت تستخدم في كافة الأنشطة التي يمارسها الإنسان العادي ويستفيد منها بصورة لم يكن يتخيلها من قبل. والأكاديمية يسعدها دائما الاهتمام بكل ما هو جديد وحديث لرفعة مصرنا الحبيبة، مواكبة ومتفاعلة مع كل ما يدور في كافة مناحي العلم، ومنها مجال الاتصالات والإلكترونيات الحديثة، آملين أن نظل في موكب التقدم غير متخلفين عنه. السيدات والسادة، إننا ندعو إلى التركيز على مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا أثناء مرحلة التحول العظيم التي يعبرها، وذلك من خلال ما يأتي. أولا، تعظيم الطلب على منجزات العلم والتكنولوجيا المتوطنة والوصول إلى مرحلة التصدير بدلا من الاستمرار في استيراد التكنولوجيا. ثانيا، غرس وتعميق الوعي بالدور الحيوي والفعال للبحث العلمي والتطور التكنولوجي لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال وفي المواقع الإنتاجية والخدمية والإدارية. ثالثا، عدم قصر الاعتماد على تمويل النشاط البحثي والتطوير التكنولوجي على موازنة الدولة، وحث رجال الأعمال وجهات الإنتاج والجهات المستفيدة للمشاركة في التمويل وحصر العوائد التي ترتد من هذا النشاط. رابعا، الانطلاق نحو اللحاق بركب التقدم العلمي المتسارع باستحداث التخصصات الجديدة والمتجددة وأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن. إبراز الكفاءات وتشجيع المبتكرين والمبدعين واستقطاب العقول المهاجرة للمشاركة في حركة التنمية. وعملية التحول العظيمة التي شهدتها مصر بعد ثورتين عظيمتين. واللجنة الوطنية لعلم الراديو لها السبق في هذا المجال، ففي كل عام وأثناء مؤتمرها السنوي تستقطب دائما بعض السادة الأفاضل من العلماء المصريين المهاجرين في الخارج، والتي تفخر بهم مصر دائما في جميع المحافل، ليشاركوا بما لديهم من خبرات علمية ودولية واسعة في أنشطة هذا المؤتمر، بما يعود بالنفع الوفير على جميع المشاركين فيه. كما أنها لا تنسى تكريم العلماء الأجلاء في مجالات علم الراديو في كل مؤتمر سنوي. في ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير للسيد الأستاذ الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي لتفضل سيادته برعاية هذا المؤتمر ودعمه للمؤتمر المستمر لسائر أنشطة أكاديمية البحث العلمي وما تنظمه التشكيلات العلمية المختلفة من مؤتمرات وندوات وورش عمل وحلقات عمل وغيرها. كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى السيدة الأستاذة الدكتورة نوال الدكوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والأستاذ الدكتور خيري عبد الحميد رئيس الجامعة. وطبعا لا يفوتني أن أتقدم بشكري الوفير إلى اللجنة الوطنية لعلم الراديو وجميع أعضائها، وعلى رأسهم السيد الأستاذ الدكتور سعيد الخامي رئيس اللجنة. أيضا أتقدم بالشكر للسيد الأستاذ الدكتور السيد مصطفى مقرر المؤتمر، والأستاذ الدكتور هشام البدوي أمين المؤتمر. كما أتوجه بالشكر إلى جميع من ساهم بجهد وعمل مخلص في إنجاح المؤتمر، راجيا من الله تعالى العلي القدير أن يكلل جهودكم جميعا بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي جه وقت